السلام بنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. فبدايه الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه، نتمنى انكم تشتركوا في القناه بالضغط على الزر الاحمر وكذلك على الجرس باش يوصلكم كاع جديد. وما تنساوش لايك الى عجبكم الفيديو، بارطاجيوه مع الاصدقاء والاحباب لتعم الفائده. ففيديو اليوم ان شاء الله غادي نقدموا فيه كيك 3 ديال الطبقات، كيجي زوين بزاف بنين وكذلك مكونات اقتصاديه بدون بيض، وكيجي المذاق ديالو رائع، يعني اقتصادي بلا بيض. فغادي ندوزو مباشره للمكونات وطريقه التحضير. فبالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو في هذا الكيك، في الطبقه الاولى غادي نحتاجو فيها كاس ديال السكر سنيده، كاس لاروب ديال الزيت نباتيه، دائما كنعبرو بنفس الكاس. عندي هنا كاس عامر ديال الحليب، انا استعملت الحليب بودره. عندنا قبيصه ديال الملحه. غادي نخلط هاد المكونات جيدا مع بعض حتى كيذوب هذاك السكر سنيده. من بعد غادي نديرو هنايا كاس ديال الدقيق خاص بالحلويات، كاس عامر، غادي نغربلوه بطبيعه الحال. وغادي نحتاجو كذلك هنايا جوج ديال الخمارات 16 غرام، كل وحده فيها 8 غرام. غادي نغربل الكل جيدا، وغادي نضيف هنايا نصف كاس ديال الكاكاو بودره. عندنا هنايا كاكاو مر، فغادي نغربل الكل جيدا حتى كنتخلصوا من هذوك الحبيبات. غادي نحرك اولا غادي نخلطوا هاد المكونات جيدا ونشوفوا لا خصنا الدقيق غادي نضيفوه. دابا يلا درنا كاس ديال الدقيق، انا هنا غادي نضيف الكاس الثاني حتى هو عامر كيف ما كتلاحظوا. فهاد الكيك احتاج معايا 2 ديال الكيسان ديال الدقيق، غادي نغربلوهم وغادي نعاود نخلط المكونات جيدا. فمن بعد ما خلطنا هنا هاد المكونات جيدا، غادي نضيف ملعقه ديال الخل في الاخير. وعندنا هنايا 4 كاس ديال المحتوى غادي نضيفوه في الاخير. هاد 4 كاس ديال الماء والخل هو اللي كيخلي هذاك الكيك ديالنا كيجي خفيف ورطب بحال فيه البيض. غادي نحرك المكونات جيدا حتى كندخلوا هذاك الماء في الدقيق اولا في الكيك ديالنا بهذه الطريقه. فكنبقى نحركو في المكونات حتى كنحصلوا على هذا القوام كيف ما كتلاحظوا، كيجي القوام ديالو خفيف. من بعد هنايا غادي ناخذ اللاط اللي غادي يدخل الفران اولا المول اللي غادي ندخل الفران، غادي ندهنوه بشويه ديال الزيت. فهذا ما كيلصقش، درت ليه غير شويه ديال الزيت وكنفرغوا فيه الخليط ديالنا ديال الكيك وكندخلوه على الفران اللي كيكون سخون من قبل، وكنخليوه يطيب على عافيه مهيله على خاطرو حتى كيطيب معنا الكيك ديالنا. فهذا هو الشكل ديال الكيك ديالنا من بعد ما طاب. دابا غادي ندوزو باش غادي نثقبوه بشي فرشيطه بهذه الطريقه باش غادي نسقيوه باش كيجي الكيك ديالنا رطب كيف ما كتلاحظوا راه بلا بيض وكيجي ناجح 100%. فدابا غادي ندوز باش غادي نسقيوه بالحليب. بعد ما تقبناه كيف ما كتلاحظوا غادي ندير فيه تقريبا واحد الكاس ديال الحليب وهو مازال سخون، وكنخليوه يبرد على جنب باش غادي ندوزو نحضروا الطبقه الثانيه ديال التحليه ديالنا ولا ديال الكيك ديالنا. دابا غادي نخليه في الثلاجه حتى كيبرد جيدا بيد ما حضرنا الطبقه الثانيه. فانا هنا غادي ناخذ الكريمه السائله، غندير تقريبا واحد الكاس، يعني الكميه اللي بغيتو على حسب المول ديالكم وكذلك على حسب الارتفاع اللي بغيتو ديال الكيك. وباش دغيا كنخفقوا الكريمه ديالنا ضروري تكون بارده مزيان، كنديروا واحد المده ديال نصف ساعه في الثلاجه حتى كتبرد جيدا. ومن بعد هنا ضفت ليها واحد الملعقه ديال الكريم كراميل اولا ديال الفلون بنكهه الكراميل. درت انا هذاك اللي كيكون بالسكر، ممكن ديروا ساشي واحد ديال درهم اللي كيكون بلا سكر. الكريمه كتكون في الاصل ديالها حلوه يعني بلا ما نديروا السكر. وغادي نطرب جيدا هاد المكونات. من بعد غادي ناخذوا هاد الكريمه غادي نديروها فوق الكيك ديالنا من بعد ما طاب، من بعد ما برد عفوا. هاد الكميه ديال الكريمه اللي درت فتقريبا جاتني نيشان مع المول. فاذا كان عندكم المول كبير فكديروا يعني الكميه ديال الكريمه اكثر من هذه اللي درت انايا. فدابا غادي ندوزو باش نحضروا الطبقه الثانيه ديال التحليه ديالنا.
غادي نحتاجو فيها هنايا عندنا كاس كبير ديال الحليب اللي كيكون سخون مزيان، وعندنا واحد الكميه ديال الشوكولا، وكذلك غادي نحتاجو هنايا بودرة الشوكولا، عندنا واحد الساشي اولا ملعقه كبيره. فغادي ندير الشوكولاته هنايا في الحليب حتى كيذوب، وغادي نضيف ليه هنايا الكيس ديال بودرة الشوكولا، تقريبا واحد المعلقه. الا كان عندكم يعني بواطه كبيره كديروا معلقه، اولا تكتفيو فقط بكيس هذا ديال بودرة الشوكولا. فغادي نخلط هاد المكونات جيدا حتى كيذوب معنا الشوكولات، كنخليوه حتى كيذوب، اولا ممكن انكم ديروه في الميكرووند باش كيذوب بسرعه. من بعد كنخليوه حتى كيدفى هذاك الخليط باش ما يخسرش لينا الطبقه ديال الكريمه، وكنكبوه على الكريمه بهذا الشكل. فانا هنا كان باقي شويه سخون، يعني دابت لي واحد شويه، ولكن معليش نتوما خليوه حتى كيدفى باش ما تخسرش معكم هكا الطبقات. وغادي نديروه في الثلاجه حتى كيبرد معنا هاد التحليه اولا هاد الكيك، وكنقدموها بالصحه والعافيه. انا زينتها بواحد شويه ديال الشوكولات يعني هكا محكوك من الفوق، وكنخليوها حتى كتبرد وكنقدموها بهذه الطريقه. كتجي لذيذه بزاف وسهله واقتصاديه كيف ما لاحظتوا بلا بيض. فنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تعجبكم وانكم تجربوها. صراحه كتجي لذيذه بزاف وسهله واقتصاديه بمكونات اقتصاديه وما كتاخذش معنا الوقت بزاف، يعني كيك يومي ممكن ان نحضروه بهذا الشكل. فنتمنى ان فيديو اليوم يعجبكم وانكم يعني تجربوا الوصفه وتخليوا لي كيفاش جاتكم في التعاليق. ما تنساوش لو كنتوا اول مره كتشوفوا القناه تشتركوا في القناه بالضغط على الزر الاحمر وكذلك على الجرس باش يوصلكم كاع جديد. ما تنساوش لايك الا عجبكم الفيديو، تبارطاجيوه مع الاحباب والاصدقاء لتعم فائده. وخليتكم على خير الى فيديو مقبل ان شاء الله.